السلام عليكم. اليوم استعرض لكم جانب من اعمالنا فيما يخص برمجه السيارات سيارات جيب جراند شيروكي. نبدأ من هاي الجيب جراند شيروكي 2019. هاي السياره ما بيها مشاكل، لكن برمجنا لها مراوح على 9096 على خلاف البرمجه مال الشركه اللي تيجي 104 108 اللي متوالم اجواء خليجيه. حاليا اذا تلاحظون حراره الزيت مستقره على 93، وايضا مؤشر الجيش مال الحماوه على الخط الثاني الابيض من بعد ما كان يتجاوز الخط الثالث. كذلك تعربت الشاشات بالكامل مثل ما تلاحظون بها تدعم اللغه العربيه، وايضا برمجناها على البنزين قليل الاوكتان فيما يخص الادفانس اللي يصير من سرعه 60 الى 80، وايضا فتحت السرعه من 187 الى 240 طلب من صاحبها. نيجي على هاي الجيب 2014. هاي بيها تعبير برشر على البراد مال الدهن، صاحبها مبدل اكثر من براد دهن، كل ما يتبدل براد ما يطول اسبوع الى اسبوعين ينفطر من الصفحه الجانبيه بسبب تلف ميكانيكي. راح يتبدل المحرك بالكامل على اثر العطل اللي موجود. وايضا عندنا هاي جيب جراند شيروكي 2019. هاي بيها مشكله بالجير، راح يتبدل الجير بالكامل بسبب تلف ميكانيكي بالنمره الاولى والثالثه والسابعه. كذلك عندنا هاي جيب جراند شيروكي 2023. هاي كان مشغول بها تشيك انجن على اثر برده، حاطط هي عمل مثل ما تلاحظون. شدينا البرده جديده ان شاء الله، وراح نبرمجها ونطفي تشيك انجن. وايضا الفور ويل لاغي بوحده ورش ميكانيكيا، وباقي القلوب مالته مشتغل. طفيناه طلعنا وضع الجير من الفور ويل الى التو ويل. كذلك تعربت الشاشات بالكامل مثل ما تلاحظون. حاليا الجيتشات كلها تدعم اللغه العربيه. وايضا عندنا هاي الرانجلر 2023. هاي بيها مشكله انه المروحه تظل مشتغله اسرع عاليه بسبب تلف بالداينامو مال ايتورك. راح يتبدل داينامو ان شاء الله ونبرمج العقل مال المحرك وتنحل المشكله باذن رب العالمين. تحياتي.